كان حميانه ماخذ الحبه وطازه وجديد يا بيض، وحب ياخذ علينا شوط ويشوط زي ما بقيه القياده القواده اخذت الشوط علينا وشوطت، وهيو بشوط وبشكل مجاني، وايش في عليه طالما التشويط ببلاش؟ ايش عليه ما يشوط؟ عرفات بعد ما شوط علينا في خازوق اوسلو 9 سنين واكتشف في النهايه انه الخازوق لابسه حب يشوط علينا برضه في انتفاضه جديده، اخذ له فيها لفتين على السريع وبعدين اجوا شوطوا عليه. عباس بعد ما كان غرقان عسل الامريكان وهو بيعرف انه وجوده ووجود سلطته هو اراده امريكيه وحاجه امريكيه اسرائيليه في المنطقه، وبيعطوه مقابل الحاجه هذه شويه رواتب عشان يلف على يرش على الشباب، وكم كلمه بيضحكوا عليه فيها زي الدوله الفلسطينيه وعوده الاسرى والقدس والمقدسات وكل البهارات والحبشتنكات هذه اللي بس مشان الديكور الخارجي، واخذ شوطه وظبط حاله وضحك علينا. وفي النهايه لما حب يطلع شويه زي هيك ويفكر حاله بده ياخذ لفه في البسكليت، قالوا له بس الامريكان نيجي بنشوط عليك بجرافه، ولبسوا ترامب في قصه القدس وقال له بس يا معلمي القدس عاصمه واحده لاسرائيل، ولف لي كل مشروعك السلمي والمقاومه السلميه والتطبيش الحجاره وتوديع عجال الكوشوك شويه المقاليع وشويه اللي عندك هذولا، وبعصوا البعصه العاطله وقال له البس طيره كبير. ومشعلوا هنيه بعد ما اخذوا شوطهم علينا 10 سنوات، بعد ما فحطوا العجال الكوشوك لعنوا شرفوا عجال الكوشوك واخذوا شوطهم علينا، وكانوا مفكرين الحكم قاعده عرب بتنحل من سده الجامع ويجوا لهم كم هالفوت كم حرامي من اللي كانوا بيديروا جمعياتهم الخيريه الحراميه النصابه وبحطوا لهم شويه وزراء وخلص تنحل القصه زي. بعد ما كانوا مفكرين الحكم زي هيك صحي على حاله، واكتشف بعد ما خلص تشويط علينا انه لا والله يا عمي الحكم هذا بحاجه الى استحقاقات وبحاجه الى اشياء وبحاجه الى متطلبات، وانه يجب على الحركه الاسلاميه مراجعه قرارها من موضوع الحكم ومراجعه استراتيجيتها في موضوع الحكم، الوصول الى نتائج مختلفه عما هي الان، وانه يجب علينا ان ننظر الى شعب غزه بعين الاعتذار، وكل الكلام والحكي الفارط اللي بيحكوه الاولاد الصغار لامهم لما يكسروا طقم بصحون الاثر اللي موجود في البوفيه لا يسمن ولا يغني من جوع. وهسه جايك السنوار يقول له بعد ما كان بده يكسر الرقاب عشان المصالحه، والله يا عم المصالحه في خطر، المصالحه في خطر يا عم، انا ماليش علاقه، انا ابعت، انا برا اللعبه. وقام اتصل في الشيخ عشان يرد حركته لطريقها الايراني قاسم سليماني مره ثانيه، وانتم بتعرفوا عاد نقل حركتك حيث شئت من الهواء، ما الحب الا للخميني الاولي. وبقول لك يا عمي انا ماليش علاقه فيكم، ان شاء الله بتنحرقوا بكاز وسخ، اهم شيء يكون في جوالي في رصيد عشان اي حدا ايراني براعش لي من طهران ارجع له بفاتورتي. الخلاصه يا شريك اي حدا معاه نتفه مصاري يسحب حاله ويطلع ويهج من غزه، فيش امل، فيش والله العظيم فيش امل، فيش امل. غزه مركب مخزوق رايح لحتفه للغرق، انت ما عليك الا تشوف لك عجل كوشوك وتنفخه من الجواني هذا وتنط في البحر وتنجو بنفسك توصل لاي شاطئ، تقول ليش وين؟ بعرفش انا وين، توصل تركيا، توصل الهند، توصل سريلانكا، الصومال يا زلمه الصومال، والله في 2 اصحابي موجودين هسه في الصومال، تقول ليش وين بدي اطلع؟ واما اللي معوش يطلع والله ما مش عارف ايش بدي اقول له، يعني مش بدي اقول له على رايي كتكوت ابو الليل، انت كده ميت، لازم تلبس لك حزام من هذا اللي بزنروا حالهم فيه وتفرقع حالك في اي مكان في اي نيله يا زلمه، وركب لي سحلب سخن للشباب في هالبرد وهلا بالخميس.